يا مساء الفل. هكلمكم النهارده على حاجة. ناس كتير سألت عليها وناس كتير بتسأل، وللأسف مفيش ردود مفصلة. ايه هو السؤال؟ السؤال لو انا مسافر او انا هقعد فترة طويلة، انا بتكلم على فترة من شهرين فيما فوق، يعني 3 شهور بقى لسنة لسنتين. فكرة ان انا مش موجود ومش هستخدم البايك، عندي ظروف ومش هقدر ان انا اتعامل معاه الفترة دي. فاعمل ايه؟ ازاي احافظ عليه ان انا لما ارجع استخدمه تاني اقدر ان انا ما يبقاش في مشاكل؟ طيب ايه هي الخطوات؟ اول حاجه هنبدا نعملها ان انا هغسل البايك بتاعي كويس جدا. تمام. عشان لازم اشيل اي اثار لحشرات او تراب، بقى في حشرات بتلزق فيه من الهواء من الكلام ده كله. طيب ايه الفكره في ان انا اعمل كده؟ ان انا احافظ على لون البايك يفضل زي ما هو. الحاجات دي لو سبناها بعد فتره هتبص تلاقي مكان البوهيه بتاعها باظ. فضلات الطيور بقى، حشرات، اي حاجه من الكلام ده، هتلاقي ان الحاجه باظت. طيب دي اول خطوه. فانا هبدا ان انا اغسل البايك بتاعي كويس جدا، ويا ريت اعمل له ووكس او اغسله اصلا بحاجه فيها ووكس. فكره وجود الووكس ان هو بعد بعد ما بتسيب البايك بيبدا ان هو يعمل عليه طبقه حمايه من الرطوبه ومن التراب ومن الكلام ده كله. طيب خلصنا اول خطوه. تاني خطوه ان انا هبدا اعمل التانك بتاعي فول تانك. همون التانك بتاعي لحد اخر حاجه فيه. طيب وبعدين هضيف اللي هو فول ستابلايزر. ده موجود دلوقتي في منتجات كتير جدا. مش هقول طبعا حاجه منهم، بس يعني هم موجودين في السوق. هتلاقي الستابلايزر بتاع البنزين موجود. ده فكرته ان انا ببدا ان انا احافظ على البنزين اللي موجود عندي لفتره طويله، ان هو ما يكونش مواد شحوميه، وان هو ما يعملش اي انسدادات في دوره البنزين. ايه، وبرضه بيطلع منه رطوبه، لان البنزين فيه نسبه رطوبه هتلاقيها موجوده. فانا كده انا ببدا احافظ على التانك بتاعي من الصدى. يبقى انا فولت التانك على الاخر. هشغل البايك بتاعي لمده 10 دقائق عشان البنزين اللي فيه الاستبلايزر دوت، بعد ما بضيف الكميه البسيطه كده على التانك بتاعي، ببدا ان انا اشغل البايك عشان يمشي في كل الدوره، فما يحصلش اي انسدادات من اي كربون او مواد شحوميه او اي حاجه موجوده في البنزين. تالت حاجه ان انا هبدا اقفل كل مداخل الهواء بتاعه الموتوسيكل. زي ايه؟ زي الشكمان، زي مكان فلتر الهواء، الاير بوكس بتاعي، اغطيهم بحاجه بلاستيك محكمه، بحيث ان ما يبقى انا قفلت ان ما يدخلش للموتور اي تراب من الوقفه بتاعه البايك. هبدا ان انا اشيل البوجيهات بتاعتي، افكها من البايك عشان ما ترطبش، وهقفل المكان بتاعها بالكويلز بتاعت البوجيهات عادي خالص، اكن هي موجوده. بس انا هشيلها عشان ما ترطبش، لما ارجع استخدم البايك تاني واركبها هتشتغل بنفس الكفاءه، مش هيبقى فيها مشكله. البطاريه، ودي بقى مشكله كبيره جدا طبعا. البطاريه هبدا ان انا عندنا نوعين من البطاريات. هي الاكتر طبعا اللي هي الاسيد اللي موجوده عندنا، ودي لازم يركب لها شاحن، لازم توصل بشاحن عشان تقدر تحافظ عليها لحد ما تقدر ترجع لها تاني. في اللي هي السمارت تشارجر اللي موجودين دلوقتي، تقدر تستخدمهم معاها للفتره اللي انت هتبقى شايل فيها، ويستحسن ان هي تتشال خالص من البايك، ما تشحنش وهي جوه البايك. بالنسبه للبطاريات الليثيوم ممكن تقعد لو هي فول تشارج، ممكن تقعد لحد سنتين 2 على ما تفضي الشحن بتاعها. فدي وضعها بيبقى افضل شويه لو انت هتسيبها فتره طويله. طيب انا عملت كل الخطوات اللي فاتت، تمام. هبدا ان انا اظبط ضغط الكاوتش بتاع البايك بتاعي على الضغط بتاعه زي ما هو مكتوب على في الكتالوج او في المانوال سيرفيس بتاع البايك بتاعي. هبدا ان انا اظبط الضغط بتاع الكاوتش، تمام. وارفع البايك عن الارض. ليه ارفع البايك عن الارض؟ عشان احافظ على الكاوتش بتاعي، ان انا لما ارجعه تاني يبقى الكاوتش كويس ونضيف وما يكونش يفرغ الهواء اللي جواه. الزيت بتاع البايك، تمام. الزيت بتاع البايك في مدارس كتير قوي في الموضوع، ان هو يقول لك املى الماسور زيت للاخر. ده طبعا كوست كتير جدا. هو اهم حاجه ان انا قبل ما ارفع البايك اكون مغير الزيت بتاعه. طب هتقول لي ليه؟ طب ما انا مش هستخدمه، برفعه ليه؟ طب ما انا كده كده اما انزله هحط زيت جديد. هقول لك ليه ليه هنضطر ان احنا نغير الزيت بتاع البايك. هنغير الزيت بتاع البايك عشان الزيت اللي حضرتك كنت بتستخدم بيه البايك ده مليان شوائب، ومليان مواد عضويه، ومليان حاجات بتروليه، مواد بتروليه من اللي موجوده جوه غرفه الحريق بتاعك. فده ممكن مع فتره والرطوبه والكلام ده كله يعمل صدى في الكارتيره بتاعت، زي جزء ماضي كده، طين يعني، تمام. طيب انا لما اغير واحط زيت جديد، ممكن بعد ما مثلا ما رجعت بعد سنه، بعد
6 شهور هضطر ان انا اغير الزيت، بس انا حافظت على البايك بتاعي من ان انا يبقى عرضه لاي شيء. يعني اول ما هحط الزيت وهدور خلاص انا اقدر ان انا اتحرك. تمام، يبقى احنا كده غسلنا البايك، حطينا فولنا التانك وحطينا الفول ستابلايزر. تمام، شلنا البوجيهات، سدينا مخارج الهواء، غيرنا الزيت، رفعنا البايك عن الارض وظبطنا ضغط الكاوتش. يبقى انا دلوقتي اللي فاضل عني حاجه واحده. ايه هي الحاجه الواحده دي؟ ان انا دلوقتي اختار الغطاء اللي هحطه على البايك. يفضل ان هو يبقى غطاء تقيل ويبقى ووتر بروف. ليه يبقى غطاء تقيل ووتر بروف؟ عشان يحافظ عليه اكتر امكانيه ووقت من التراب. تمام، دي حاجه. تاني حاجه ان لو اتعرض لرطوبه او مطره، لو هو مثلا مش جوه جراج مقفول او كده، يقدر ان هو يحافظ على البايك بتاعي لحد ما ارجع ان هو يبقى نظيف. كده يبقى انا لما ارجع استخدم البايك هلاقي حالته زي ما انا سبته وحالته كويسه والدنيا زي الفل. دي حاجات يعني نقط اختصرتها. لو في اي حاجه اسالوني هرد عليكم.